ليه فيديو تافه متصور بموبايل حتى مش ايفون ممكن يكسر الدنيا ويجيب ملايين المشاهدات، وفي نفس الوقت الفيديو بتاعك مصروف عليه ومحضر له بقالك اسبوع بيموت ومحدش بيشوفه؟ تفتكر الموضوع حظ؟ لا. تفتكر الخوارزميه فيها مشكله ضدك؟ برضه لا. الحقيقه ان في حاجه ثالثه بتحصل في الكواليس ومحدش بيقولك عليها. انت لسه عايش في وهم ان المنصه هي اللي بتقيم شغلك. ده حقيقي، كان زمان بيحصل. فاكر ان في روبوت بيشوف الفيديو ويقول الله المعلومات دي مفيده جدا لازم انشرها. احب اصدمك واقول لك الخوارزميه طرشه وعاميه، ما بتفهمش يعني ايه محتوى مفيد، ولا يفرق معاها انت دكتور ولا فود بلوجر. الخوارزميه سلمت مفاتيح مصيرك للجنه تحكيم تانية خالص. اول ما الفيديو بينزل المنصه بترميه ل 300 بني ادم عشوائيين ما لهمش اي علاقه بيك. هم مش عشوائيين قوي، يعني ممكن يكونوا من اللي مهتمين بمجالك بس مش صحابك ولا المتابعين بتوعك، بالرغم ان ممكن يكون حد منهم مهتم بمجالك. هنا المنصه مش بتراقب الفيديو بتاعك، المنصه بتراقب الناس دي، او بالمعنى الاصح بتراقب تصرفاتهم. عملوا سكرول ولا وقفوا صابعهم ولا شافوا الفيديو للاخر ولا شافوا حته صغيره منه. خلي بالك لو ال 300 دول ملوا منك الفيديو بتاعك الله يرحمه مات للابد، حتى لو في اسرار الذره وعندك مليون متابع. انت مركز ان انت تكون علمي ومثالي بس نسيت تكون ممتع. خد بالك الناس مش داخلين اصلا يتعلموا، دول داخلين يهربوا من واقعهم، فلو حسوا بملل لحظه هيسيبوك ويشوفوا غيرك. الخوارزميه هنا ما بتاخدش بالمشاعر، الخوارزميه بتشوف ارقام الاحتفاظ الريتنشن. فبطل تشتكي من التفاهه وتعلم منها. مطلوب منك تغلف العلم بتاعك في كبسوله متعه، مطلوب منك تحترم الملل بتاع المشاهد اكتر ما بتحترم المعلومه بتاعتك. خلي الناس تحبك الاول تقوم الخوارزميه تحبك وتروق عليك وعلى فيديوهاتك. فقبل ما تلمع الكاميرا وتدور على اضاءه ومايك وسكريبتات من شات جي بي تي، لمع القصه اللي هتخلي ال 300 واحد دول ما يرمشوش، عشان الفيديو ده لو ما جاش على هواهم اعتبروا من دلوقتي انه ما اتصورش.